خالد الغندور. كابتن خالد، يقال في الأدب بأن النقد أحيانا يكون بالأدب والأخلاق. أن تكون مقدمة برنامج يجب أن تستعمل اللباقة لكي تكسب قلوب المشاهدين. يجب أن تكون لبقا في تعاملك، في تصورك للأشياء. كابتن خالد، النجومية ليست هي أن تسب وتشتم جهة معينة حتى تحبك جهة الأخرى. يا كابتن خالد، في الحياة يجب أن يكون لك مبدأ تؤمن به، مبدأ عن قناعة وعن أخلاق وعن تربية. الرياضة يا كابتن خالد هي رسالة قبل أن تكون لعبة، هي رسالة سلام ومودة ومحبة واحترام وإخاء وصداقة. الإساءة إلى جماهير النادي الأهلي يا كابتن خالد لن يعلي من مقامك، ولن تمنح لك جائزة نوبل، ولن يرضى عنك من تحب. كابتن خالد، جماهير الأهلي جماهير محترمة، هي جماهير الكيان المشهورة، هي الأفضل، هي الأحسن. جماهير النادي الأهلي هي قلعة الأبطال وقلعة الملوك. عندما تتكلم عن التحليل الفني يجب أن تبدأ بجماهير النادي الأهلي. تصور أصغر جمهور، أصغر مناصر مشجع في النادي الأهلي عنده بطولات أكثر من مسيرتك أنت ومن معك ومن يروج لأفكارك. احترم نفسك يا سيدي حتى تحترم. الرياضة احترام وأخلاق، تأدب يا كابتن خالد. الحياة لا تتوقف على وظيفة أو قناة، بل الحياة تنتهي عندما ينتهي المبدأ، عندما تصبح أنت يا كابتن خالد بضاعة تباع وتشترى، وكلمات تعطى لك تقولها هنا وهناك مقابل مادي. هنا تنتهي الحياة يا كابتن خالد. احترم نفسك. جماهير الأهلي أكبر منك، عشاق النادي الأهلي يجب أن تفتخر بهم أنت ورغما عنك، هم الأفضل والأحسن. احترم نفسك يا كابتن خالد رجاء، لأنك نحترمك كلاعب، وتعودنا في مدرسة الأهلي أن نحترم الجميع. لهذا سأحترمك وأكتفي بهذا الكلام. شكرا جميعا للمشاهدين.